بعد اعتراف ليلى بأن مريم ليست مجرد طفلة مريضة، بدأ زياد يشعر بأن هناك سراً أكبر بكثير مما سمعه. لم تكن ليلى تتحدث بثقة كاملة، وكان يبدو عليها الخوف، خوف من شيء أو شخص ما. وفي صباح اليوم التالي، وبينما كان زياد يستعد للذهاب إلى عيادته، طرق شخص باب المنزل. فتح الباب ليجد رجلاً غريباً بملامح مرهقة يحمل ظرفاً بنياً قديماً. قال الرجل بصوت متردد: أنت الدكتور زياد؟ أومأ زياد برأسه، فأعطاه الرجل الظرف وقال: هذه الأمانة، تركتها لك والدتك قبل موتها. كنت خائفاً أن أسلمها لك، لكن يبدو أن الوقت قد حان. اختفى الرجل بسرعة قبل أن يسأله زياد أي سؤال. جلس زياد على الطاولة وفتح الظرف بيد ترتجف. وجد بداخله رسالة مكتوبة بخط والدته، وصورة قديمة تجمع والدته مع امرأة تشبه ليلى كثيراً. لكن الشيء الذي صدمه فعلاً كان ورقة تثبت أن والدته كانت تعالج طفلة رضيعة قبل وفاتها، واسم الطفلة مريم. بدأت الذكريات تتدفق، كلمات والدته، خوفها الدائم، الدموع التي كانت تخفيها عنه، وصيتها الأخيرة له بأن يصبح طبيباً رحيماً. الرسالة كانت قصيرة لكنها قوية: زياد، إذا قرأت هذه الرسالة فاعلم أن هناك طفلة ستكون جزءاً من قدرك. أحمها يا بني، كما كنت تتمنى أن أحميك. قد تواجه الخطر، لكن قلبك لن يخذلك. تجمدت الكلمات في عيني زياد. هل كانت والدته تعرف ما سيحدث؟ هل كانت ليلى جزءاً من حياة والدته؟ وهل مرض مريم مرتبط بتلك المرحلة التي عاشتها والدته قبل رحيلها؟ قرر زياد ألا يضيع لحظة. ذهب مباشرة إلى ليلى وواجهها بالرسالة والصورة. ارتعبت ليلى وبدأت دموعها تنهمر. كنت خائفة أن أخبرك الحقيقة. أمك كانت تعالج مريم منذ ولادتها، وكان هناك من يريد إسكاتها وإسكات أي أحد يقترب من الطفلة. تقدم زياد خطوة للخلف مصدوما. من هذا الشخص؟ أخفضت ليلى رأسها وقالت بصوت مرتجف: إنه والد مريم الحقيقي. وبهذه الجملة تبدأ مرحلة جديدة تماما من القصة، أشد خطورة وأعمق تأثيرا، ومليئة بالأسرار التي ستغير مستقبل زياد ومريم وليلى إلى الأبد. يتبع في الجزء 9.